هو مين المجنون اللي عمل أول سلاح نووي في التاريخ؟ قبل شهر واحد من الحرب العالمية التانية يستقبل الرئيس الأمريكي خطاب من العالم ألبرت أينشتاين، وكان مضمون الخطاب مصيبة حرفيا هتغير شكل العالم، وهي إن في 2 من العلماء الألمان اكتشفوا الانشطار النووي. وعشان تفهم يعني ايه انشطار نووي، والصراحة لقيت دي يعني أبسط طريقة ممكن تفهم بيها الموضوع، وهي إن كان في لعبة زمان عبارة عن إنك بترمي سكاكين على قرص خشبي، فيقوم القرص الخشبي مقسوم نصين. فهمت الموضوع؟ شيل بقى القرص الخشبي وحط نواة عنصر ثقيل زي اليورانيوم، وشيل السكاكين وحط نيوترونات، وبوم، بقى عندك انفجار ذري عملاق خارج منه طاقة كفيلة تدمر دول. فتخيل معايا نصيبة زي دي يتم اختراعها وتحت ايد مين؟ عمك هتلر. الرئيس الامريكي فكر نعمل ايه